الآن صارت الصنمية لها اتجاهات. كان هؤلاء لتخلفهم العقلي كان عبارة عن أحجار أو كواكب تمثل في الأرض فيتجهون إليها بالعبادات. لا، الآن أكثر. الآن هذه التمثيليات أو هذه التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، وهي نماذج وأشياء تشير إلى أشياء كثيرة، إلى معنويات وإلى كذا، أصبحت الآن اتجاهات، أصنام تتحرك في اتجاه معين، اتجاه الفلاني، اتجاه اليساري، اتجاه البعثي، اتجاه الاشتراكي، اتجاه الشيوعي، اتجاه هذه نسمي هذا، هذه أصنام بالله. الاتحاد النسوي هذه أصنام. كل هذه نوع من الصنامية. ايش معناها في البلاد الإسلامية الاتحاد النسوي في الإسلام؟ لا، هذه كلها أنواع من الأصنام. الحكم بغير ما أنزل الله هذا صنم، إنك تعبد صنم. إذا تحكمت إلى غير الكتاب والسنة فقد عبدت صنم. فالآن إذا أردنا أن نشخص الصنمية في العالم يصور علينا. الله تبارك وتعالى لحكمته ولعلمه أوجز لنا هذه الأمور وذكرها في آيات واضحات بهذا الشكل، وذكر لنا على ألسنة الأنبياء والرسل هذه المحاجات وهذه الجدالات من هؤلاء القوم. مفهوم؟ فلهذا لا يفهم من الصنمية فقط أنها عبارة عن تماثيل لأشخاص أو لكواكب مثل ما كان عند قوم إبراهيم أو لشيء من ذلك، لا، ولكن الصنمية هي في اتجاه أكبر. قد تصير المرأة صنما وقد صارت، وقد يصير الرجل صنما وقد صار، وقد يصير الرئيس صنما وقد صار، وقد يصير المرؤوس صنما وقد صار، وقد يصير المبدأ صنما وقد صار. فكل ما عبد من دون الله وفضل على ما عند الله فنسميه ماذا؟ نسميه صنما. فإن أمرتك مرأتك بمعصية ولبيت لها فصارت صنما. المرأة إذا أمرتك بمخالفة شرع الله ولبيت أمرها وطلبها فقد صارت لك صنما، لأن عبدتها من دون الله. وهكذا أخوك، وهكذا صديقك، وهكذا أستاذك، وهكذا حاكمك، وهذا كل واحد إذا أمرك بغير ما يأمرك الله تبارك وتعالى به خالف أمر الله فلبيت طلبه وأمره فقد صار ذلك الذي أطعته صار صنما. ما معنى الصنمية؟ لأن أنا بغيتكم تفهموا إخواني ويا شبابي ويا تلاميذتي، بغيتكم تفهموا إيش معنى الصنمية. الصنمية هي أن تؤثر أو تفضل ما عند هذا المخلوق على ما عند الله. هذا هو الصنم. أو بعبارة أوضح أن تصرف ما لله للمخلوق، أن تصرف ما لله للمخلوق. فإن صرفت ما لله للمخلوق فقد صار هذا المصروف له صار وتصور أنت في الصنمية الواقعية الآن التي نعيشها واقعية ما تتصوره. كيف قلت لكم الأحزاب والاتجاهات والمبادئ والأشكال والأشخاص والشعارات وما إلى ذلك كل هذه نسميها أصنام. لأن حاجة لا تمشي في اتجاه الإسلام هذه نسميها صنم. جميع الشعارات، لأن احنا ايش شعارنا؟